شي بنين. ما شاء الله يعطيك الصحة. صحتك. طبخة مريم. شي بنين زوين. تبارك الله ما شاء الله. شوفوا الكيكه ديالنا كي كتجي بالصحة والراحة. كل عام وانتم بألف خير. كيكة واعرة بالشوكولات. يلا ما شاء الله عليها. يعطيك الصحة يا عمتي. دابا غندوقو الكيكة كي جات. غندوق كيكة. غندوق شوف. دابا غندوقو كيكة ديالنا كي غادي تجي. واعرة. برد بس كتجي هشيشه ورطبه مفشوشه كيف كتلاحظوا. وتبعوا الفيديو حتى الاخير باش تعرفوا على المقادير الوصفه والطريقه. اهلا وسهلا بكم. بغيت نحضر معكم واحد الكيكه اللي كتجي غزاله بزاف ومشوشه وكتبان بحال اللي فيها 3 ديال الطبقات ولكن هو خليط واحد. اول خطوه نحضروا معكم الصوص ديال الشوكولا اللي نحتاجوا فيها 4 المعالق كبار ديال بودره الشوكولا المر غبره وكاس كبير ديال الماء وعندنا معلقه كبيره ديال الزبده وكاس ديال العنبه ديال السكر سنيده اللي ما صورتوش انا ما عرفتش شنو وقع. ونحركو مزيان ومن بعد ملي تخلط لينا الخليط غنديروه فوق النار حتى الغليان ومن بعد كنحطوه. الصراحه كتجي زوينه وما تنساوش ديروا الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. يعني الخليط فوق النار مع التحريك المستمر باش يتخلطوا لينا ينسجموا مع بعضياتهم. نتوما كيف كتشوفوا راه كيغلي. غنحيدوه فوق النار. دابا غنحضروا الخليط ديال الكيك اللي نحتاج فيه 4 البيضات معلقه كبيره ديال فيرميسيل الشوكولات حبيبات وعندنا 2 خمارات ديال الحلوى وكاس ديال سنيده. درت 4 البيضات قليصه الملح فاني. نحركو مزيان ونضيفو السكر السنيده من بعد كاس ديال السكر سنيده نخلطوه تيولي الخليط ابيض. دابا غنضيفو نصف كاس ديال زيت المائده مع التحريك. طبعا بالنسبه للكاس يعني استعملوا الكاس اللي نتوما مولفين كديروه وكتستعملوه دائما هو اللي غادي تعبروا به الطحين. انا الكاس اللي عبرت به السنيده هو اللي عبرت به هو هذا. عندي نصف كاس ديال الحليب عبرت به الدقيق 2 كيسان ونص. دائما كتضيفوا 2 كيسان ومن بعد عاد كتزيدوا نصف كاس. يعني كاين الدقيق اللي كيشرب وكاين الدقيق اللي نضيفوا 2 خمارات ديال الحلوى مع التحريك.
نزيدو نضيفو نصف كاس ديال الدقيق اللي بقى. قلت لكم ما تنساوش ديروا اشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. ودابا غادي نضيفو الشوكولاط حبيبات، نحركوه بهذه الطريقه. الصراحه الكيكه كتجي منفوشه بزاف ولذيذه. انا المول ديالي دهنته بالزبده ودرت له الدقيق، ودابا غنصب الخليط كيف كتلاحظوا. وغنضيف ديك لا صوص ديال الشوكولا اللي صايبناها من قبل، غنضيفوها من الفوق، ولكن منين ندخلها للفران غادي ترجع من التحت وغادي تجي واحد الطبقه اللي رائعه وغزاله بزاف. نشوف انا في هذه الوقيته شعلت الفران على 180 درجه. انا عندي الفران هذه المره غير ديال الغاز ماشي ديال الضوء، يعني ما فيه لا 180 ولا من احسن نتوما اللي عنده الفران ديال الضوء يدير 180 درجه. وهي بعد ما دازت 45 دقيقه الكيكه ديالنا اخذت معايا 45 دقيقه، كانت واجده معنا وبالصحه والراحه، وجات غزاله بزاف وهشيشه وبنينه. نتوما كي كتلاحظوا جات بحال اللي فيها 3 طبقات، ولكن حنا درنا طبقه واحده وضفنا صوص ديال الشوكولا كيف لاحظتوا معايا في الفيديو. ونتمنى انها تعجبكم وتجربوها وتخلوا لي شي كومونتير زوين بحالكم. نقطع معكم الطرف باش تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل. والدليل هو هذا، كتجي غزاله بزاف. نتمنى انكم تكونوا على خير ومع السلامه، وتنتلاقوا في شي فيديو جديد ان شاء الله على قناتكم طبخوتي جوال.